النهاردة هنعمل مع بعض شوية شوربة عدس كريمية ولذيذة وطعمها خطير ويجنن، سهلة وبسيطة وفي نص ساعة هتكون جاهزة. الخضار بتاعنا عبارة عن جزراية وبطاطساية وبصلاية وطماطماية و4 فصوص أو 5 فصوص من الثوم. هنجيب بقى البصلاية نقطعها 4 والبطاطساية هنقطعها كده مكعبات صغيرة. تقدري انك تجيبي حجم اصغر من كده بس انا مضاعفه الكميه. والجزرايه هكون شايله القشره الخارجيه وهقطعها بقى مكعبات صغيره خالص، والطماطمايه 4/4. وابدأي كده هاتي حله وانزلي بقى بمكعب من الزبده، اول ما يسيح ننزل على طول بالخضار بتاعنا. وعندنا 5 فصوص من الثوم يتشوحوا كويس جدا. عندنا كوبايتين من العدس الاصفر المغسول كويس ومتصفي، وابدأ كده اشوحهم لحد ما احس ان ريحتهم تطلع. ملح وفلفل اسمر و7 بهارات ومكعب من المرقه، والمرقه طبعا اختياري. ونزلنا عليهم بميه سخنه وعلى نار هاديه. سيبيها تستوي. تعالي بقى نحمر شويه شعريه كده عشان هنعمل شويه بالشعريه وشويه شوربه ياخدوا لون ذهبي، واركنيها على جنب. والعيش بقى حمصيه كده مع ملح وفلفل اسمر. الشوربه بتاعتنا استوت وبقت خطيره. سيبيها تبرد وفي الخلاط بتاعك كده واضربيها. شايفه لونها خطير ازاي؟ قوامها مظبوط جدا. وابدأي كده اضربيها كلها. عايزة بقى تعملي نص شوربة، نص بقى حطي بقى معاه الشعرية كده ويتغمس بالعيش وبألف هنا. لو لقيتي قوامها تقيل تقدري تخففيها بكوباية مية سخنة عادي جدا. الجزء اللي احنا عملنا بيه الشوربة بنزل عليه بمكعب زبدة بقى علشان يبقى كريمي اكتر وغني اكتر. احلى شوربة عدس هتجربيها في حياتك. شايفة الجمال والطعامة؟ عايزة اقولك مفيدة جدا في نزلات البرد، جربوها. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.